أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. النهاردة هنعمله مع بعض الكسكسي بطريقة جميلة جدا وسهلة، ومش هتكلفنا حاجة لأنه هو فعلا غالي جدا برا. فالطريقة اللي هقولك عليها دي هتعمليه بيه كل يوم. تمام. احنا معانا كيلو من الدقيق، ومعانا معلقة كبيرة من الملح، و3 كوبايات من المية. هاخد معلقة الملح واحطهم في ال3 كوبايات من المية وادوبهم كويس قوي عشان تبقي عارفة المقدار بتاع الدقيق هياخد معاكي قد ايه مية. طبعا انا هعملها في الكبة بتاعة البصل، انتي لو عندك كبة كبيرة هتوفري على نفسك مجهود كبير. الكيلو ده هتعمليه على مرتين. انا عشان عندي الكبة بتاعة البصل هاخد حبة دقيق بحبة حبة بحبة، مش هقدر اكتر طبعا علشان خاطر الكمية. لو انا كترت الكمية هتعجن معايا، وتاني حاجة هيبقى غلط على الموتور بتاع كبة البصل. انا دلوقتي كده اخدت شوية، وبايدي اخدت شوية مية كده ورشتهم عليها، وببتدي ان انا اشغل الكبة عليها واضربهم وافرمهم كده لحد ما احس ان الحبيبات بتاعت الكسكسي تبتدي تبان. وفي كل مرة باخد المعلقة واقعد اقلب بيها الجناب، بنزلها وبقلب من تحت كمان. لو نفترض ان كمية المية اللي انتي حطيتيها، شوية اللي انتي حطيتيهم زادوا معاكي، ولقيتي ان الدقيق كلكع وبقت فيه حتت من العجينة، ما تقلقيش ولا ترميهم. خدي حبة دقيق وحطي عليهم واضربي، هتبصي تلاقي الكلكعة بتاعت العجين فكت معاكي. انا هنا كل شوية بشوفها وبقلب لغاية ما اتأكد ان الكسكسي بتاعي ابتدى يظهر ويبان زي دول كده اهو. شايفة الحبات، حبات الرمل كده، شبه حبات الرمل المبلولة. شايفة لا متعجن ولا اي حاجة، ومفرفط كده زي ما انتي شايفة. دلوقتي انا هكمل بقية الكمية كلها واحطها في شاشة واوريها لك. انا طبعا كان عندي شاشة بس مش عارفة راحت فين، انا نسيت مكانها. فابتديت بقى ان انا ادور لها على حاجة تانية. لقيت عندي الطرحة اللي هي بتاعت فلسطين دي. قلت احط فيها لانها برضو خفيفة زيها، وان هي فيها فراغات هتسويلي الكسكسي. في حلة على النار انا حطيت فيها نص مقدار الحلة دي حطيتها مية. يعني المفروض ان انتي ما بتمليش الحلة مية على الاخر، لان المية لما بتغلي هتطلع في المصفى وهتبللك الكسكسي ويعجن. انا حطيت في المية دي معلقة من الملح، معلقة صغيرة، وربع معلقة صغيرة من الخل. ليه؟ علشان خاطر المية لما هتغلي في الحلة ما تخليهاش سودة من جوه. وهيكمل سواه، هيقعد على النار ساعة. تمام. الساعة كده مرت معايا، هاخدها، هو طبعا سخن جدا معايا. هاخد شوية بشوية كده واحطهم في الكبة. والمرة دي انا مش هحتاج 3 كوبايات من المية ولا حاجة، هحتاج كوباية ونص بس، لان هو اخد نص سوا على النار، فمش هيحتاج مني كوبايات مية كتير، هي كوباية ونص بس. هبتدي اخد شوية بشوية واضربهم. هاخد شوية مية صغيرين واحطهم كده فيها، وابتدي اضربهم برضو لغاية ما الاقي ان الكسكسي بدل ما هو ماسك في بعضه فك خلاص، وبقى حبوب رملية مبلولة. وشكل الكسكسي طبعا كلنا عارفينه، لما بيوصل الشكل اللي انت عارفاه خلاص كده بتبطلي ضرب فيه وبتستكفي بالمية بتاعته. وهو زي ما انا قلتلك كده ان المرة التانية دي ما بتحتاجش مية كتير. هخلص باقي الكمية كلها واوريها لك واحطها تاني في الشاشة. عبال انا وبخلص الضرب ده، بتكون طبعا المية على النار اللي انا حطيتها في البداية نقصت. هبتدي اكمل الحلة مية لغاية ما اوصلها برضو للنص تاني. تمام. كده الكمية بتاعتي اهي، هو كده مفرفط زي ما انتي شايفة كده، كأنه مستوي وهو لسه اصلا يعني شكله جميل وكأنه مستوي. بصي كل حباية ازاي لوحدها، مش معجنة ولا اي حاجة. هحطها تاني في الشاشة وارجعها تاني في الحلة. والمرة دي هي مش هتاخد سوا كتير، دي هي نص ساعة وبتطفي عليها. بعد ما انا حطيتها كده على النار وخدت النص ساعة بتاعتها، هبتدي ان انا اكون محضره لها بقى حتة سمنة حلوة كده، سمنة فلاحي، زبدة، اللي انتي تحبيه.
واكون طحنه لها طبعا السكر. هاخده دلوقتي بعد ما مرت عليه نص ساعه، هحطه في حاجه بلاستيك وبالمعلقه طبعا لان هو سخن جدا، انا مش هقدر ان انا امسكه بايدي ولا ادعك السمنه فيه. هاخد المعلقه واقعد اوزع السمنه عليها كويس قوي. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. هكمل بقى في سمنه، اللي انت عارفه ان الكسكسي بيحب السمنه، هو بياخد مقدار حلو كده من السمنه الفلاحي او الزبده. بكون محضره له السكر البودره، الجوز هند، الزبيب، مكسرات سوداني اللي انت تحبيه. عايزه تستكفي بالسكر البودره، حلو جدا وطعمه كمان مش قادره اقولك خفيف ازاي وجميل ازاي وطعمه حلو جدا. ويا ريت الفيديو يعجبكم، ولو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.